في موقفين شفتهم وعاصرتهم وقت ما كنت في الكلية، وكانوا سبب كبير في تشكيل حياتي. في حاجة منهم حصلت النهاردة فكرتني بيها. في مرة أنا في الكلية كنت بروح بالمترو زي أي عامة الشعب، عادي، ما عنديش عربية، عادي جدا. وما كنت واقفين، أنا كنت جامعة القاهرة، فواقفين عند المترو. الحتة دي طبعا مليانة ميكروباصات بقى وبتاع عشان احنا طلبة. فمهم، في ميكروباص كان بيغلس على بنت، والبنت كانت راكبة عربية مرسيدس، والبنت كان شكلها تحفة ما شاء الله، يعني بنت ناس قوي. المهم، هو بيغلس عليها، راحت هي داخلة قافلة عليه قفلة، من كتر القفلة الفرملة سمعت الشارع كله، كلنا تنحنا. نزلت فرجت عليه الشارع حرفيا حرفيا، وبعد كده خدت عربيتها ومشيت. بصيت لها كده قلت ان انا هبقى I will be that girl one day، ان انا ان شاء الله لما اسوق واركب عربية انا مش هخلي حد يعمل فيا كده. ليه؟ لان المتعارف عليه، لو انتم مش عارفين بس اكيد كلنا عارفين، يعني ان البنات بتهاجم عنصرية مش طبيعية حتى لو بتعرفي تسوقي كويس جدا، بس مجرد انك بنت في الشارع بتنرفزي اللي حواليكي وخلاص. انا الحمد لله بسوق كويس قوي، ومع ذلك مش بسلم، بس انا بعرف اخد حقي بصراحة. فوانا نازله النهارده من على الكوبري، فكان سواق ميكروباص وعمل معايا نفس العمله، وتيت تيتو وانا ماشيه، وعماله اقول طب والله العظيم ما انا معدياك. حطيته بقى في دماغي وحياه ربنا ما انا معدياك. المهم غلست عليه، ولقيت كام عربيه كده اخدوا بالهم ان هو عمال يزمر، ويعني على فكره الطريق واسع ممكن يعدي عادي، بس هو بيغلس. فهو اتعمل عليه كماشه كده حلوه، يعني يا رب يكون فاهم الدنيا. الموقف التاني بقى في المترو بقى نفسه. انا كنت بركب المترو، كنت بركب عربيه السيدات، حقي عادي عشان ما حدش يغلس عليا بتاع مش عارفه ايه. في رجاله كتير كانت بتستهبل وبتركب العربيه دي غلاسه وكده، تكلمه وتقول له ما بينزلش. المهم، فكنت مره راكبين العربيه دي، وواحد طلع بكل بجاحه وبص، العربيه كلها سيدات وبتاع، طب يعني فواحده قالت له حضرتك دي عربيه سيدات، بص لها وما اتكلمش. فقلنا خلاص هينزل المحطه الجايه وتمام، وهو مش عايز يعمل مشاكل. المحطه جت وهو فضل واقف مش عايز ينزل. فالبنت قالت له حضرتك بعد اذنك دي عربيه السيدات انزل. يقول لها، راح شدد معاها قال لها وانت مالك، وهو انا مضايقك في حاجه، ما انا قاعد مش عارفه ايه، بكل بجاحه. فهم ابتدوا يشدوا مع بعض. فالبنت راحت ست كبيره ست كبيره وحياه ربنا تقول لها انت ازاي تزعقي الراجل، انت ازاي تزعقي. احنا بقى بصيت بقى ايه ده، مالها دي؟ يعني هو عشان راجل انا واحده اتهزق عادي عادي؟ فالبنت يعني ما عرفتش ترد، وبصيت لها كده تقول لها، فمش عارفه ردت تقول لها انا مهندسه. فقالت لها يعني ايه مهندسه؟ يا وقفت مع الراجل وسابته عادي، والراجل فضل مكمل عادي في محطه المترو. انا من ساعتها قلت اي واحده هشوفها بالمنظر ده، ست كبيره، مش عشان انت كبيره انا هحترمك، طالما انت عايزه تتهزقي فهتتهزقي، ومش مجرد انك واخد بريفليج انك ذكر في البطاقه انك يحق لك ان انت تهزق اي حد في الشارع، وحد يقف لك ويقول لك انت راجل. فموقفين دول ميكروباص النهارده الصبح فكرني بيهم، وانا ماشيه بيهم طول حياتي. بنات، خليكوا زي البنت بتاعت الميكروباص بتاعت الجامعه، اوعوا تكونوا زي الست اللي كانت في محطه المترو اللي بتزعق وتقول لك انت ازاي تزعقي الراجل. وات